الحب ليه 7 علامات زي ما قالت غادة كريم في كتاب علامات الحب السبعة. 1. التعود. بتتعود على الشخص اللي قدامك بكل تفاصيله، بتتعود تشارك حياتكوا سوا، بتتعود على ريحته، على لبسه، على حتى مشاكله. لو بتعمل ده من غير ما تحس بملل او عبء انه بيحكي لك، يبقى انت تقريبا بتحب. العلامة التانية الحضن. الحضن هنا هو حضن الروح، انك تحس ان انت معتمد عليه في حاجات محدش غيره يقدر يعملها لك، احتوائه ليك وقت عصبيتك، في حزنك يبقى اول واحد عايز تكلمه وتشتكيله وواثق ان هو اللي هيعرف يطبطب عليك، يديلك حل المشكلة اللي انت فيها وانت مرتاح. من الاخر بيعرف يتعامل معاك في كل احوال. رقم 3 الغيرة. لو بدأت تتعصب مجرد ما بتشوفها بتسلم على حد ولا بتتكلم معاه، فمبروك. الغيرة مطلوبة، ودي طبعا علامة من علامات الحب، بس خلي بالك لو زادت عن حدها هتبقى غيرة مرضية. فغير براحتك بس في حدود الطبيعي، هي مش ملكك. لو قلب الموضوع حب امتلاك يبقى باي باي على العلاقة. العلامة الرابعة الخلافات. مفيش فراشات هتدوم للأبد، كده كده الخلافات هتحصل، بس الحب اللي بجد هيلاقي حلول وسط في كل المشاكل، والحلول المؤقتة الطرفين هيتعودوا عليها، فهيبقى ده العادي ما بينهم. لو عرفتوا بقى توصلوا لحلول وسط في الخلافات، ده الحب. اما لو حد بيقهر التاني ويخليه يجي على نفسه طول الوقت ويلغي شخصيته، ده تملك، وكده كده العلاقة دي مش هتدوم. العلامة الخامسة كيمياء الجسد، ودي لو كانت صحية صحت الحياة، ولو كانت مؤذية هتنهار الحياة ما بينكم. سادس علامة الغياب، وزي كده ما بيقولوا غيابك بيؤكد حضورك، يعني أول ما بيغيب بتفتقده، بتحس بالفراغ في غيابه. لو انت ما حسيتش بالفقد ده يبقى مش حب. سابع علامة والأخيرة هي البهجة، السعادة بقى اللي بتحس بيها وانت معاه، في وجوده جنبك، في مكالمة تليفون، في الخروجة اللي خرجتوها، في قعدة البيت سوا. لو ارتحت في وجوده وكنت مبسوط معاه يبقى ده حب بجد. أما لو قلبك مش مرتاح وانت معاه أو عادي وحاسس يعني ان وجوده مش فارق من عدمه، يبقى ده مش حب. ها، عندكم كام علامة؟ لو عندكم العلامات دي يبقى مبروك، انتوا بتحبوا.